يا ابني يلا، وانت كل شويه تاخرنا. خلاص يا عم، كنت بجيب الكوره وقاعد اهو. طب هنبدا بمين النهارده؟ الاسبوع دوت في شويه ماتشات ما حصلتش، بس اهمهم طبعا ماتش مصر، وده اللي خلانا بدانا بيه بشكل ضعيف جدا وبدأ صعب، ونتج عنه الجون في الشوط الاول. بس في الشوط الثاني كابتن حسام كان درس الشوط الاول كويس، فاكتشف ان دفاع نيوزيلندا هو بيعتمد على الدفاع من العمق، فجمع الكور في العمق ودخل صلاح وإمام في ال 18، فسحبوا قلبين الدفاع وفضوا مساحه لزيكو، والكره من مروان لهاني لزيكو في المساحه اللي عملها وبراسه جول. وكمان لو خدت بالك ان منتخب نيوزيلندا كلهم عندهم مشاكل لانهم طوال القامه. في الجون الثالث لو حد خد باله هتلاقي ان صلاح رفع الكوره على ايام الاول بارتفاع متوسط، فتريزيجيه من خلال كده جابها جون بسهوله. تاني ماتش كان ملحمه حرفيا بين المانيا وساحل العاج. مدرب ساحل العاج كان مقفل الدنيا حرفيا على المكانات الالمانيه، وده نتج عنه الجون وفرص كتير ضاعت. بس الشوط الثاني جريزمان ذاكرهم كويس، وده خلاه يفهم ان الدفاع بيراقب اي حد في العمق، ومن خلال كده المانيا عملت كثافه عدديه رهيبه في العمق، وده اسفر عنه جونين المفروض. الماتش الثالث بقى هو اوروجواي مع كاب فيردي، الحصان الاسود في البطوله اللي احنا فيها. هو ماتش معقد جدا، بس مدرب كاب فيردي كان دارس بلسيه مدرب اوروجواي كويس، وبالمناسبه هو معروف انه عاشق للكره الحديثه والتمريرات الكتيره، فساب له الكره واشتغل على الضغط العالي بس ده كان عامل مشكله في الدفاع، وكان عامل هجمات جامده واللي من خلاله اوروجواي سجلت جونين. وبس كده، وده كان تحليل اهم 3 ماتشات من وجهه نظر السبورتس اناليسيس. قول لنا بقى في الكومنتات عايزين نحلل ماتشات مين الاسبوع الجاي، ويلا يلا سلام. شيل يا طويل العمر شيل.